بعد التعادل كاميرا القناة الرياضية أظهرت مشهد في دكة البدلاء. هذا المشهد يعني ربما يفتح بعض التأويلات والتفسيرات، ولكننا سنتابع سويا وسأترك التعليق لضيفي. هذا المشهد بدايته مدرب نجران غاضب من الرئيس بسبب تصرف ما ربما لم تظهره الكاميرا، ولكنها ردة فعل كانت جدا حادة ونستطيع أن نطلق عليها مجازا عنيفة. في الدقيقة كم؟ 83. طيب سامي، ايش رايك في المشهد؟ طبعا المشهد غير رياضي، هذا واحد. يعني في واحد من الشباب قال لي بعد انك تفسير انه ممكن يكون كانوا انه يتناقشون على هذه الصورة، يتناقشون على شيء يعني مش مختلفين. قال لي لا تألف، قلت له اخي واضح، ما اعرف حقيقة. انت مع اي تفسير سامي؟ حتى لو كان نقاش، بس هذا نقاش غير رياضي ابدا، لكن انا بارجعه الى امر مهم. وجود رؤساء الانديه على دكة الاحتياط انا اعتبره امر غير مقبول. يعني الرئيس النادي عادة او في الغالب يكون يعني ما هو ملم بالمسائل الفنية، او يمكن ما يكون لاعب سابق او مدرب سابق يعيش الجو. مثلا الجو منرفز، المدرب دائما يتحمل او يتعرض